ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. الكل يتابع أحداث السودان وأحداث أوكرانيا وأحداث غزة وأحداث العالم الإسلامي وغربي، وما تحدثه الحروب من ضرورة الهجرة من مناطق البلاء إلى مناطق السلم. وقد عاش شعبنا الإريتري هذه الأوضاع منذ 50 سنة، وهو يهاجر من بلاده إلى بلاد العالم، سواء كان دول الجوار أو كان الدول العربية والغربية. ونحن مضطرون أن نتحدث عن هذه الهجرة، أسبابها وعلاجها. وربما المستمع قد يكون قد مل الحديث عن الهجرة، ولأنه واقع مؤلم وواقع حادث يجرنا دائما للحديث عنه ووجود الحلول. فشعبنا الإريتري هاجر وما زال يهاجر، واليوم قلبت بعض الموازين، فهاجر السودانيون باتجاه أرضنا، وهي من عجائب هذه الدنيا أن تستقبل إريتريا مجموعة من المهاجرين الإريتريين. ولا غرابة في ذلك، السودانيين عفوا، ولا غرابة في ذلك، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيصبح الآمن خائفا، والغني فقيرا، والقوي ضعيفا، وهكذا. كما أن مناخ الجو يختلف ل4 فصول، كذلك يحصل هذا الأمر، وقليل من يثبت الله عز وجل له النعمة. مشاهدي الأكارم، هي شجون وأحاديث وأخذ وعطى بهذا الشأن. نستضيف شيخنا ودكتورنا الغالي دكتور حسن سلمان لنتحدث عن هذه الآلام وهذه الآمال فيما يتعلق بالهجرة، سببا ووضعا ومكانة. إذا كان الله عز وجل، مشاهدي الأكارم، قد قارن الهجرة بالقتل، فمن يترك بيته وداره، كما يقول بعض الفضلاء: من خرج من داره قل مقداره، كما يقولون. الله تعالى يقول: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم.
فلاحظ كيف قارن القتل بالخروج من الديار. هذا الوضع يضطرنا نتحدث عن مكانة الوطن، مكانة المال، مكانة الأرض، مع شيخنا الشيخ حسن سلمان أيضا متطرقين فيما يتعلق ما الواجب على المواطن تجاه بلده حتى يتقي الهجرة، فإذا قدر الله عليه وهاجر فما الواجب عليه تجاه نفسه، تجاه بلده، وتجاه أبنائه أيضا، وإذا هاجر إلى أين يهاجر، ما هي المكاسب التي سيكتسبها من أرض الهجرة، وما هي أيضا العقبات التي تواجهه. على كل حال الحديث سجون. أهلا وسهلا شيخ حسن سلمان. حياكم الله. يا مرحبا. أبدأ حواري معك شيخ حسن، مكانة الوطن في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان جعل المكان الذي يعني يقوم فيه عملية الاستخلاف والحياة هو هذه الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى ما جعل لنا مكانا آخر نستطيع أن نستقر فيه ونعيش. وربما سبحان الله حتى الآن كل الاكتشافات التي تبذل في محاولة البحث عن مكان يمكن أن يكون فيه صلاحية للحياة لم تجد البشرية حتى هذه اللحظة إلا هذه الأرض. فالأرض اختصها الله سبحانه وتعالى اختصها بأن يعيش فيها الإنسان. قلنا اهبطا منها جميعا، فالهبوط كان إلى هذه الأرض، وبالتالي منذ هذه اللحظة وابن آدم في تجوال مع من مكان إلى مكان، ولكنه بطبيعة الحال يستقر في مكان يألف هذا المكان، يألف أجواءه ويألف جماله ويألف كذلك بيئته، ثم يألف إنسانه. هذه هي الحال التي يمكن الآن أن نسميها الوطن. يعني الوطن هو ما يستقر فيه الإنسان ويعتبره مكانا دائما، ليس مكانا للترحال. يعني المكان الذي أنت تتخذه للترحال لا يمكن أن يسمى وطن. وبالتالي الحضارات تنشأ مع الأوطان. يعني بناء الحضارة لا يمكن لإنسان متجول أن يقيم لك حضارة، لكن إنسان عندما يستقر ويبني على كل علاقات إنسانية، ويبني بعد ذلك العمران، وتحصل عملية العلاقات التجارية والعلاقات السياسية والعلاقات الاجتماعية، وتنشأ التعليم، وتنشأ اللي هو المآذن والمعابد. هنا تسمى الحالة على كل وطن، وهنا يتعلق بها الإنسان فطرة. تعلق بها الإنسان فطرة. لماذا؟ لأنها تشكل بالنسبة له القيمة الثقافية والقيمة المادية. يعني الوطن فقط ليس أرضا أنت عبارة عن أرض، لكن ستلاحظ بأن هذه الأرض بالنسبة لك تشكل مجموعة أشياء. تلاحظ أنك والله من خلالها ستعبد الله، أنك أنت مستقر تعبد الله سبحانه. يعني عملت مساجد، عملت معابد، على أنت هنا هويتك الدينية. جميل. من خلالها أيضا تشكل العلاقات الاجتماعية مع الناس اللي حولك، فتنشأ علاقات الأسر والجوار والتداخل وغيرها. من خلالها كذلك تبني أنت تجارتك وتبني مالك وبالتالي يشكل الوطن قيمة مالية. يعني سواء زراعة أو رعي أو تجارة أو صناعة، كلها ستقام لك على هذه الأرض. من خلالها أيضا تشكل الذاكرة الإنسانية. يعني تظل ذكريات الإنسان الذي عاش 50 سنة مثلا في مكان ما، وأردت أن تنزعه من هذا المكان، كأنما أنت تنزعه من إيه؟ من ذاكرته. والذاكرة خطورتها ليس ذاكرتك فقط، ولكن ذاكرة الآباء والأجداد. أنت حكي لك عن آبائك وعن أجدادك عن هذا المكان الذي أنت تستوطن فيه. فعلى كل فيما يتعلق بالأوطان لها قيمة معنوية ولها قيمة مادية. أضف إلى ذلك سبحان الله الصراع بين الحق والباطل ينشأ أيضا على هذه الأرض. لذلك أهل الباطل يحرصون على أن يخرجوا المؤمنين عندما يبدأ هؤلاء المؤمنين في الحركة وفي الانتشار والكثرة مباشرة الشعار الذي ترفعه الطائفة الكافرة: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إذن يحصل الصراع على الأرض، وبالتالي مسألة الإخراج ليست سهلة كما تفضلت الآن. هذا الذي تخرجه من أرضه كأنما قتلته، وفعلا أنت تقتل معنوياته وتقتل مادته وتقتل كل شيء فيه. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه.
أن مسألة فعلا فيها إيه؟ فيها صعوبة، كأنما أنت تقتل الإنسان وهو حي. فعلى كل أهمية الأرض يعني لها عدة اعتبارات، وبالتالي هي مكان العمران، هي مكان العبادة، هي مكان الذكريات، هي مكان العمل، هي مكان الكسب. وبالتالي الشعب الذي لا استقرار له في وطن لا يستطيع أن يبني حضارة. لهذا المفكر مالك بن نبي اعتبر الأرض واحدة من مقومات الحضارة، يقول الإنسان والزمن والأرض. الإنسان والأرض فيها الموارد كلها بكل ما تعني الكلمة. وبالتالي إذا وجد عنصر الزمن أي طول الوقت في المكان، وزايد وجود إنسان، زايد وجود موارد أرضية، ستبنى بطبيعة الحال الحضارة. هل تعتبر الأرض أمانة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. هل نعتبرها الأرض أمانة يجب علينا أن نحافظ عليها وأن ننميها وأن إلى آخره؟ طبعا هنا سندخل في مفهوم الديار بالمفهوم الإسلامي اللي هي ديار الإسلام تحديدا، أو دار الإسلام التي يكتسبها المسلمون ويكونون فيها مستخلفين استخلافا خاصا. هذا طبعا يحتم عليهم، بل يجب القتال دونها والموت دونها والاستشهاد دونها. لماذا؟ لأنها صارت وقف على المسلمين وأمانة في أعناقهم. يا سلام. وبالتالي كل شبر من أرض الإسلام تم اكتسابه والتوسع فيه، هذا لا بد من المحافظة عليه، ولا بد من استرداده أيضا، حتى لو تم احتلاله من أي طرف من الأطراف. بل يكاد هذا يكون محل إجماع أنه كل ديار الإسلام تعتبر منطقة يجب حمايتها، وعلى كل المسلمين. ليس هنا طبعا الإثم لا يقع فقط على أهل الدار فقط، ولكن ستتسع الدائرة كما هو معروف عند الفقهاء أنه أهل البلد المعينين يدافعون عن أرضهم، فإن عجزوا فالجوار الأقرب ثم الجوار الأقرب، إلى أن تتسع الدائرة لتشمل كل أهل الإيمان إذا كان هنالك عجز تام. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه: من قتل دون مال فهو شهيد، رواه أبو داود والنسائي. نعم. وصححه الترمذي. نعم. هل يندرج تحت هذا المعنى؟ نعم، هو من مات دون ماله، يعني حتى حديث عبد الله لعله أراد أن يقاتل دونها، لو تذكر يعني أراد أن يقاتل دونها، وقال والله لأجمعن، وكاد ينادي في حلفائه حتى في الجاهلية في سبيل والله هذه أرضي وهذه مالي. فهي تدخل في المال على كل، وتدخل كذلك كأرض هي نفسها لها قيمتها كما ذكرنا يعني. ولكن مورد المال هو أهم مورد فيها الأرض. يعني كل ما نسميه الآن من متمول ستلاحظ أن مكانه إيه؟ باطن الأرض، سواء كانت زراعة أو رعي أو تجارة أو صناعة أو حتى أعيان من ذهب وفضة ومعادن. فهي كما تفضلت، من مات دون ماله فهو شهيد. نعم. طيب شيخ حسن، هذا ما يتعلق بأهمية الأرض وأنها أمانة، وضحت الصورة. ما الذي يجعل الإنسان يترك أرضه ويهاجر؟ على كل موضوع الهجرة عواملها حقيقة كثيرة، لكن خلينا نبدأ بالعامل الأهم بالنسبة لنا، وهو عندما لا يأمن الإنسان على دينه، في أن يكون والله في مكان يعبد الله سبحانه وتعالى فيه، يحافظ على قيمه الدينية، أن يكون سليما على الأقل من الإكراه. هنا لا أتكلم عن أنه والله يجد دولة مثلا والله تقوم له بواجباته الدينية، لا أتكلم عن ذلك، بس دولة لا تكرهك على أن تخالف أحكام دينك. يعني تذهب إلى مسجدك بشكل طبيعي، تمارس حياتك الدينية بشكل طبيعي، نسائك يلتزمون بالإسلام بشكل طبيعي، تستطيع أن تربي أبنائك بشكل طبيعي دون أن يمارس عليك أي شكل من أشكال الإكراه. فإذا حصل اقتحام لهذه الخصوصية فإن الإسلام يفتح لك باب الهجرة، وأنت ستظل مضطر، بأنه والله المكان الذي لا تستطيع أن تأمن فيه على نفسك وأولادك وأسرتك ودينك، هذا المكان لا يعود صالحا. وبالتالي ستجد كثير من الناس الهجرة الدينية موجودة، إن المكان الذي لا يأمنون فيه على أديانهم يهاجرون. فكان الصحابة رضوان الله عليهم مثلا هجرتهم من مكة إلى المدينة كانت هجرة ذات طابع ديني. لماذا؟ لأنهم فتنوا في دينهم فاضطروا للخروج، اضطروا وهم ينظرون إلى مكة وتدمع أعينهم، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. فهذا عامل على كل من العوامل. العامل الثاني هو العوامل الأمنية والسياسية، وهو الحروب والاستبداد
والقمع وغياب الحريات وغياب الحقوق الأساسية للإنسان. أيضا هذه من العوامل. مثلا نحن الآن في الشعب الإريتري مثلا مر بأكثر من مرحلة فيما يتعلق بالهجرة السياسية. يعني لما كان الاحتلال الأثيوبي والحروب التي دارت حرب التحرير لمدة 30 سنة، كانت الهجرة الأساسية من البلد هو نتيجة الخوف من على الأرواح، فالإنسان لم يعد آمنا من الناحية السياسية. فهذه الإجراء، وهي التي طبعا في الأمم المتحدة يعتبرونها من الهجرة التي ينص عليها كهجرة سياسية. ده عامل. العامل الثالث أيضا بعض الناس يهاجر البلد طبيعي وليس فيه إشكالات دينية ولا إشكالات سياسية، ولكن فيه ضائقة اقتصادية، فيبحث الناس مثلا عن فرص للعمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية، فيهاجر بحثا عن العمل وبحثا كذلك عن تحسين الأوضاع. النقطة الرابعة، يمكن أيضا بعض الناس أن تكون هجرته هجرة علمية، فبعض الناس مثلا يجد أن في بلاده العملية التعليمية أو الارتقاء في السلم التعليمي ليس متاحا أو متوقفا أو فيه عثرات أو إلى غير ذلك، فيضطر الناس أيضا إلى الهجرة لهذه الأسباب اللي هو أسباب التعليمية. فهذه على كل بعض العوامل اللي ممكن تجعل الإنسان يترك وطنه، ولكن تبقى بعد ذلك إلى أي مدى هذا الإنسان عندما غادر وطنه ما هي طبيعة الارتباط مع هذه الأرض. هل هي والله هجرة مؤقتة أم هجرة نهائية؟ هل هجرة والله أمامها عودة قريبة أم هي هجرة ستطول؟ يعني غالبا من يذهب مثلا لتحسين الظروف الاقتصادية ستلاحظ بأنه يسعى إلى تأمين وضعه في داخل بلده ويعود. وهنا خاصة المجتمعات المتماسكة، المجتمعات الشرقية حتى هذه اللحظة تحكمها الأسرة وتحكمها العلاقات الاجتماعية، السكن المشترك، الحي، المدينة. فتجد كثير من الناس كل ما كبر به السن يحن إلى أن يعود إلى وطنه ولا يبتعد كثيرا، ويتمنى لو أن موته كان في هذه البلاد وليس في بلاد أخرى. صحيح. يعني أنا أعرف واحد من الإخوة الفلسطينيين، نسأل الله يغفر له يعني يغفر لوالده ويرحمه، كان جاري سبحان الله. ففي الأيام الأخيرة والدهم أصر عليهم أنه لا بد أن يعود إلى فلسطين وإلى غزة. فتناقشنا في الموضوع، قالوا لي يا أخي عندنا الوالد يتضايق إذا كان في هذه البلد جنازته لا تكون بالشكل اللائق. لاحظ حتى هو ينظر إلى ما بعد ما بعد موته، لأنه والله كل المدينة والذين يعرفونه سيخرجون في جنازته. فلاحظ هذه الذاكرة المهمة جدا في هذا الجانب. فعلى كل تبقى بعد ذلك إلى أي مدى يكون التخطيط للعودة إلى البلد. جميل جميل، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. طبعا هذه الأسباب التي ذكرتموها يعني عدم الأمن على الدين، وكذلك عدم الأمن الأوضاع الأمنية والسياسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية وطلب العلم، كلها منطبقة على شعبنا الإريتري. فهو حصل له عدم الأمن في دينه. فكثير من الدعاة والمشايخ والعلماء في السجن لمجرد اتهام تقديم تهم باطلة وكذلك المضايقة على المعاهد والمدارس وعدم إعطائها الحرية الكاملة، وكذلك عدم وجود الهيئات الخيرية التي تقوم بتنمية البلد خيريا واقتصاديا، كل هذا موجود. كذلك أيضا عدم وجود تحسين الأوضاع الاقتصادية بمنع الشركات الإسلامية والمسلمين التجار ورجال الأعمال في الدخول إلى بلاد إريتريا وتنمية الأوضاع الاقتصادية، منعوا من هذا. فأيضا هذا موجود. وطلب العلم من خرج كذلك أيضا موجود. شيخنا، الهجرة حصلت للشعب الإريتري، ولكن الحديث عن ما يتعلق بالمهاجرين الذين هاجروا من خارج إريتريا، ما الواجب عليهم في حالة هجرانهم؟ ما الذي ينبغي أن يكونوا عليه؟ وقبل ذلك لو نعطي إلماح عام عن المهاجرين الذين هاجروا إلى السودان وإلى أوروبا وإلى إثيوبيا وإلى غيرها، إلماح عام عنهم. ولو نرى بعض الصور عن مهاجرين إريتريين خلال فترة 50 سنة تقريبا، والهجرة مستمرة إلى يومنا هذا. لو نعطي أولا إلماح عام، هذه النقطة. النقطة الثانية، ما الواجب عليهم في أنفسهم تجاه بلدانهم؟
طيب، أول بالنسبة لموضوع اللجوء يمكن كان إلى عدة اتجاهات. كان الاتجاه الأكبر والأشمل والأوسع هو اتجاه الهجرة نحو السودان، حيث كانت هنالك مخيمات كثيرة جدا في السودان وأشرفت عليها الأمم المتحدة، لا زال بعض هذه المخيمات موجودة إلى يومنا هذا، لم يتم على كل يعني عودتهم بشكل طبيعي إلى بلادهم. ثم كانت هنالك هجرة أيضا إلى إثيوبيا، بعض الناس كان أيضا هاجروا إلى إثيوبيا، خصوصا بعد التحرير. كانت الهجرة إلى إثيوبيا ربما كثيرة أيضا، ليست بسيطة. وكانت هنالك هجرة إلى جيبوتي وهجرة إلى اليمن. حتى هذه اللحظة يمكن بعض المخيمات في اليمن موجودة، مخيم الخوخة من المخيمات الإريترية المعروفة حتى هذه اللحظة. فعلى كل دي الهجرة اللي ممكن نحن نقول ذهبت في إطار الأمم المتحدة، وكانت تشرف عليها الأمم المتحدة يعني. لكن في هجرات أخرى لم تكن بنفس الطابع هذا. يعني هنالك الهجرات التعليمية إلى مصر، الهجرات التعليمية إلى السعودية، كذلك هجرات العمل إلى السعودية ومنطقة الخليج. هنالك الكثير أنا في تقديري ممن خرج وهو يحمل على كل الهوية الإريترية، ذهب ومتوزع في هذه المناطق، وتوسع بعد ذلك أمر الهجرة للذهاب أيضا في تحسين الأوضاع أو عدم وجود ما يجعل الناس يبقون في المناطق التي ذهبوا إليها. فذهب كثير من الناس إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى كندا وإلى أستراليا، وربما الجاليات الآن الإريترية متوزعة في كل هذه المناطق. وأعتقد أن العامل الأساسي في كل ذلك هو موضوع الهجرة، وموضوع على غياب البلد الذي يستوعب الناس بعد خروجهم. هذه إشكالية على كل تبقى. يكفي أنه والله ما لا يقل يمكن عن 50% من سكان إريتريا الآن يعتبرون في هذا التصنيف، يعني هم إما لاجئين وإما مهاجرين على كل في شكل هجرة إلى بلدان أخرى. وهذه الهجرة بطبيعة الحال بعضهم يظل محتفظ بهويته والموجود في المخيمات، وبعضهم قد يذوب في المجتمعات. بالضبط، هذا الذي قد يحصل. نسأل مكانة الهوية الوطنية لدى المهاجرين. نعم، للأسف الشديد هنالك ذوبان لدى البعض، يعني بعض الناس يذهبون إلى بلدان ربما تذيبهم تماما، ويكون ارتباطه بإريتريا بعد ذلك ارتباط خلاص، يعني ارتباط ذاكرة تاريخية، ولكن ليس له مثلا الفاعلية والتأثير والارتباط والمتابعة والاهتمام بالشكل الذي على كل يليق بانتمائه لهذا الوطن. وبعض الناس لا. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتوقف على طبيعة البلدان نفسها. فبعض البلدان التي فيها حريات وفيها نوع من مراعاة الحقوق وفيها اعتراف أصلا بأن بلدك الأصل هذا أنت لا يتم التنكر له، هؤلاء عادي جدا أنا أعتقد لا يعانون مشكلة هوية. يظل هو يحمل الجواز مثلا الأسترالي أو الجواز الأمريكي أو الجواز الأوروبي، لكن يظل هو في نهاية المطاف إريتري، ويمكن أن يتفاعل مع إريتريا ويذهب إلى إريتريا في شكل زيارات، ولا تشكل له هذه مشكلة. لكن بعض الناس لا، الوضع قد يكون بالنسبة لهم مختلف، ودي غالبا تحصل في الدول المجاورة. يعني من يذهب إلى إثيوبيا ويحمل جنسيتها مثلا، أو يذهب إلى جيبوتي وخلاص يحمل الهوية الجيبوتية، أو يذهب إلى إريتريا إلى السودان ويحمل مثلا هوية هناك. هذه قد تكون الوضعية فيها على كل بعض الإشكالات. لكن بقية المناطق أعتقد ما يذهب إلى الخليج ما يكون عنده إشكال كبير، وخصوصا إذا كان يحمل الهوية الإريتري والجواز الإريتري. لماذا؟ لأنه سيظل بين فترة أخرى يراجع السفارة في إجراءاته وفيما يتعلق بهويته وهوية أبنائه، فتظل هذه المسألة على كل موجودة. يبقى هنالك سؤال: ما هو المطلوب من هؤلاء جميعا المتوزعين بهذه المناطق؟ كيف يمكن أن يكون التعامل؟ هو حقيقة أول شيء أنا في تقديري يعني مطلوب من الشخص المهاجر وهو يذهب إلى أي مكان من الأمكنة ألا يتجاهل هويته الوطنية بأي شكل من الأشكال، لأنه حقيقة قاعد تثبت الأحداث مع الزمن بأنه في النهاية مهما كانت البلدان التي تذهب إليها بلدان رومانسية وبلدان جميلة وكذا، لكن تأتي محطة من المحطات الفاصلة التي يأتي فيها السؤال عن الوطن الأصل أو الوطن الأم. هذه ملاحظة تماما. يعني كثير من التطورات التي نلاحظها الآن في أوروبا، حالات التطرف التي تحصل، بعض الإجراءات التي ربما أحيانا تكون غير مرضية للناس، يبحث الإنسان دائما عن إيه؟ عن الوطن الذي يأويه، ولن تجد وطنا يؤويك مثل الوطن الذي أنت فعلا تنتسب إليه وتنتمي إليه، وفيه الأهل وفيه الأقرباء وفيه الأصحاب وفيه الأحباب. لن تجد على كل مثل هذه الجانب. وبالتالي لابد أنا في تقديري من الحفاظ على الهوية الوطنية. عندما نتكلم عن الهوية الوطنية طبعا يلزم أن يكون هنالك تنشئة للأبناء وتعريف للأبناء
وغرس أيضا هذه المعاني بالنسبة لأبنائنا حتى ينشأوا ويعرفوا على الأقل ما لهم من بلاد وما لهم من أوطان. فهذه المسألة تحتاج شغل وتحتاج على كل جهد من الجاليات، في سواء من خلال تأسيس الروابط أو من خلال تعزيز الجاليات وما يلزم من المعرفة الوطنية. النقطة الثانية وهي قد تكون لها أولوية أيضا، وهو كيف يستطيع أن يحافظ الإنسان على دينه وهو في هذه البلدان المشتتة. يعني بعض البلدان قد لا يكون هنالك مشكلة في تعزيز الهوية الدينية إذا كانت الهجرة إلى بلد مسلم، يعني يمكن أن تربي أبنائك على الدين وعلى الإسلام وعلى القرآن وعلى الالتزام وعلى المساجد إذا كان البيئة بيئة إسلامية. لكن أحيانا يكون هنالك مشكلة عندما يذهب الناس إلى بلدان أخرى وتدمج هذه البلدان الناس في الهوية الجديدة وتحرص كذلك الآن. يعني مثلا في أوروبا إلى وقت قريب ما كان في إشكالية حتى في أن يحافظ الإنسان على هويته الدينية، لكن الآن بدأت بعض البلدان الأوروبية تتجه إلى ما يمكن أن نسميه بالإكراه على الهوية نفسها، الإكراه الثقافي. يعني أنت مثلا يقول لك والله البنت لما تدخل الجامعة لا تلبس مثلا زيا إسلاميا لأن هذا الزي بالنسبة لها مشكلة. هذه كانت ربما حالة والناس كانت تشمئز منها الآن ذهبت إلى ما يعرف الآن بقضية الإدماج في قضية المثليين وقضايا الجنس وممارسة هذه الأمور في المدارس، وربما يكون فيها الإكراه. فهذه القضية على وجه التحديد تواجه على كلنا الناس في كيف سيحافظون على دينهم. هنا السؤال الطبيعي كما تفضلت، عندما يبدأ الإنسان في الهجرة والبحث عن الهجرة لابد أن يسأل هذا السؤال. يعني ما يلزم الإنسان يقع في البير ثم بعد ذلك يقول والله كيف أخرج، لا، ابتداء أفكر قبل أن تذهب، أجري مسح كامل ما هي أفضل البلدان من الناحية الدينية، أفضل البلدان من حيث الحريات التي تمنحك فرصة أكبر، البلدان التي يكون فيها هامش لحركة الدين وحركة الإسلام في المنطقة، تمنحك كذلك فرصة إنه والله أن تقول لا إذا كان رأيت شيئا مثلا لا يعجبك، لكن أن تتورط في مناطق فيها هذا الإشكال ثم بعد ذلك تقول والله الأولاد فلتوا من اليد، أو تسعى بعد ذلك لإخراجهم وقد رأوا جنة الدنيا كما يقولون بعض الناس، يصعب بعد ذلك أن تخرجهم من هذه الدائرة. وخصوصا بعض البلدان تحمي حريات هؤلاء الشباب والشابات بعد يصل 18 خارج ولايتك تماما وخارج الوصاية، وبالتالي تبقى في إشكالات أيضا أسرية وننشأ في حالة التفكك الأسري. فهذه أيضا لا بد من العمل عليها كيف نستطيع. النقطة الثالثة وهذه مسألة أيضا مهمة جدا، ما دام أنه والله أنا سأحافظ على الهوية الوطنية وقضية الانتماء، ما هو الدور الذي يلزم أن أقوم به تجاه وطني؟ يا سلام، هذا السؤال الكبير. يعني ما هو الدور؟ وكثير من الناس للأسف الشديد يعفي نفسه من هذا السؤال. أنا في تقديري لا تحقرن من ما يمكن أن تبذله تجاه الوطن شيء، ما تحقر. وأتكلم عن تجربة، يعني الإنسان يجب أبسط شيء يجب أن يكون عندك ارتباط بقريتك، ارتباط بأهلك، ارتباط بأقاربك، ولو من باب دعمهم ومساندتهم وإعانتهم. يعني هنالك شعار جميل جدا يرفعه الإخوة الفلسطينيون يسمونه تعزيز الصمود الفلسطيني. يعني كيف نعزز صمود الذين يتواجدون على الأرض، يعني يدفعون الآن الملايين في سبيل أن يكون هنالك عناصر تتشبث بالأرض في فلسطين. وهذا لابد أن في تقديري مهمة جدا، وليت كل الجاليات تفكر في أنه والله نعزز الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع السياسي للناس في الداخل، حتى لا يكون هنالك عنصر يعني خصوصا الذين عندهم الفرصة يعيشوا في البلد وما في إشكال أمني ولا سياسي عليهم، لكن عندهم مشكلة اقتصادية. هؤلاء أنا أقول التعاون معهم ومساعدتهم وتعزيز وجودهم مسألة مهمة جدا. وهنا أنا أتكلم عن كل الحالة الإريترية، لا أريد أن أتكلم عن إنه والله المسلمين أو غير المسلمين، خلي كلنا كإريتريين لماذا والله هذا الوطن يفرق من أبنائه ويخرج الناس وهم في ريعان شبابهم وتظل الدولة ضعيفة وهشة، لأن الدولة التي ليس فيها شباب معرضة أمنيا ومعرضة اقتصاديا ومعرضة وجوديا. ونحن اليوم نرى حركة المنطقة كلها فيها تفاعلات خطيرة جدا. وبالتالي أنا في تقديري البلد أيضا بحاجة إلى أن ندعم ونعزز صمود أهل الداخل على كل المجالات كثيرة. يعني يمكن للإنسان أن يساعد الفقراء، يمكن للإنسان أن يساعد المؤسسات الدينية، يمكن للإنسان أن يساعد في التنمية الداخلية بأي شكل من الأشكال، مساعدة مزارعين، مساعدة رعاة، الصناعات الخفيفة، أن تساهم على كل في تطوير هذا البلد ووجود هذا البلد. هنالك أيضا جانب آخر، الذين مثلا ينظروا إلى أن والله هنالك مشكلة سياسية ولا يمكن أن تعالج هذه المشكلة إلا بعمل
طيب لماذا لا يكون هنالك أعمال منظمة ومرتبة؟ لماذا لا يكون هنالك أعمال سياسية مثلا مع الأحزاب، مع التجمعات المدنية، مع غيرها، حتى تستطيع أن تغير الواقع؟ يعني إلى متى أنت ستظل تستسلم في أن الواقع سيء؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سواء هذا العمل أنت مارسته حتى من داخل أجهزة النظام نفسها، يعني خلينا نتكلم بصورة أوسع، خلي هنالك قوة معارضة تعمل من الخارج، وهنالك قوة نفسها أهل الداخل أيضا يجب أن يطرحوا سؤال: لماذا هذا الوطن طارد لأهله؟ يعني خلي الضباط يتساءلون، أجهزة الأمن تتساءل، المدراء المدنيين يتساءلون، الأعيان والوجهاء يتساءلون. يعني ليش والله إريتريا خلال 30 سنة عاجزة أن تستعيد لاجئينها اللي في السودان؟ مش كده؟ يعني ليش والله انت مثلا عندك الى اليوم 30 سنه بعد التحرير لاجئين ما قادرين يعودوا الى بلدهم؟ هذا السؤال. لماذا التدريب العسكري مستمر لهذه السنوات طول عمرك؟ ايوه احسنت. ليش ما يكون؟ والله لانه جزء كبير من الهجره الاخيره بالذات، هجره الشباب، جزء كبير منها ضياع المستقبل. يعني يشعر بانه خدمه وطنيه مفتوحه بلا اجل في حروب كما ترى، يعني حروب للأسف الشديد عبثية في المنطقة والناس ضحاياها. يعني فهذه كلها من القضايا يعني في تقدير الواجب التي يجب على الناس إن شاء الله يهتموا فيها. من القضايا أيضا التي سنحتاجها في الخارج اللي هو تأسيس، ونحن في الخارج الآن نتكلم عن 50% من الكتلة البشرية. هذه الكتلة البشرية أيضا بحاجة إلى أن تعزز أوضاعها لتكون لها نفوذها الخارجي أيضا. يعني أنت بحاجة الآن ملف التعليم الذي تكلمنا عنه، لماذا حتى هذه اللحظة والله لا تكون هنالك أي مؤسسة تعليمية مثلا كبيرة، كلية من الكليات، جامعة من الجامعات؟ ونحن نعاني في الداخل إلى الآن ما في شيء اسمه جامعة إريتريا مثلا، ما كانت في جامعة أسمرة، وهذه الجامعة طبعا حصل تفتيتها إلى كليات. فأنت محتاج الآن إلى وضع خاص لهذا الجانب. لماذا رجال الأعمال مثلا لا يلتفتون إلى هذا الجانب؟ لماذا لا تكون هنالك مثلا روابط تقوم بهذا النوع من العمل؟ طيب إذا ما استطعت والله أن تقوم بهذا الدور أنك تقيم مؤسسة، لماذا لا تكون هنالك روابط وجمعيات ترعى الطلاب حيثما كان؟ لأنه مجرد ما نحن نعالج مشكلة التعليم أنت عالجت مشكلة الاقتصاد. يعني كلما ارتقى طفل مثلا وصل إلى مستويات متقدمة سيرفع أسرة، ارتقيت بأسرة من حالة الضعف إلى حالة أفضل. فأنا أقول هذه كلها قضايا تحتاج على كل إلى عمل وإلى جهد، ويمكن للناس إن شاء الله ينجزوا فيها دون التباكي على إنه والله أنت تحمل مشاكلك الآخرين. لا، حمل أنت مشكلتك نفسك وشوف كيف ممكن إن شاء الله يحصل التغيير. طيب، في بادرة طيبة قامت الحكومة الإريترية باستقبال السودانيين المهاجرين، ودارت الأيام حصل ما حصل. حول هذا الموضوع ما تعليقكم تجاه الحكومة الإريترية، وما تعليقكم أيضا تجاه الشعب الإريتري الذي يستقبل إخوانه المهاجرين من السودان؟ أولا في رأيي بالنسبة لما قامت به الحكومة الإريترية هو قيام بواجب شرعي، واجب جوار، واجب سد الدين كما يقولون. يعني الدولة السودانية استقبلت كما ذكرنا منذ الستينات وهي تستقبل اللاجئين الإريتريين وتستقبل عموما كل نكبات الإريتريين، كانت تقع على عاتق الحكومة السودانية. والآن السودان في محنة كبيرة جدا، في حالة احتراب داخلي. يمكن الأحداث التي ذكرت فيما يتعلق بوجود لاجئين وإعلان الحكومة الإريترية استقبال هؤلاء دون كمعاملة الإريتريين، الآن أنا أتصور سيكون الحدث أكبر، خصوصا بعد سقوط مدني واستيلاء القوات الدعم السريع على مدينة ود مدني. أتوقع أيضا لأنه الآن حتى مدينة القضاريف وكسل هذه الأيام ازدحام غير طبيعي، لأن كل الذين خرجوا، والكلام الآن موجود عن أنه مثلا أكثر من 100,000 تقريبا أو أكثر من ذلك يعني خرجوا الآن من مدني. كل ذلك يقع على إيش؟ يقع على شرق السودان، يقع على القضاريف وكسل. وتوقع من كثير من الناس سيذهبون إلى إريتريا، لأنه لا سبيل. يعني الآن في كسل ما تستطيع تستأجر بيت. جزاهم الله خير بعض الإخوة المبادرين الآن في الجروبات وكذا بدأوا يحاولوا على كل توفير بيوت وبشكل جماعي وبشكل تضامني حتى يخففوا على الصدمة الأولى عند الناس. يعني كثير من الناس يأتي وهو ما عنده حاجة وما عنده بيت ولا عنده من يستقبله ولا عنده أهل، أحيانا ربما في كسلة. فأنا في رأيي هذه الحالة ستمتد سواء على المدن الحدودية الإريترية أو ستمتد لمن يريد أن يخرج، لأن بعض الناس قد يكون له مثلا أقرباء وأهالي في بلدان أخرى يسحبونه مثلا
إلى تلك البلدان. فأنا في رأيي الحكومة الإريترية الموقف الأخير الذي أعلنته يكاد يكون من أفضل المواقف فيما يتعلق بأنه والله هذا شرف لكل إريتري، يعني بأن يكون والله يتعامل مع الحالة السودانية بأنه والله على الأقل لا نستطيع أن نقول سنسد يعني دين السودانيين، لكن على الأقل أن يكون هنالك تعامل يشعر فيه السوداني بأنه والله تعاملت معه الدولة الإريترية والشعب الإريتري بشكل جيد. أنا أعتقد هذه إن شاء الله من الأشياء التي ستعزز العلاقات الجوار، وهي علاقات دين وعلاقات قربة وعلاقات تواصل. لكن طبعا أحيانا بتصاحب هذه الأشياء نوع من كحالات أفراد هنا وهناك تصاحبها، ويمكن دي موجودة حتى في السودان. يعني الآن لاحظناها في السودان مسألة الجشع عند الذين مثلا يتعاملون في الشؤون المالية، سواء في الإيجارات أو في البيع والشراء أو في المواصلات أو غيرها. للأسف الشديد ظهرت بعض الأخلاق، أنا أقول لا تشبه لا أخلاق المسلمين ولا أخلاق شعوب البلدين، ما تشبه هذه الأخلاق. يعني عندما يكون والله شخص مثلا يرفع 10 أضعاف السعر، حتى مش ضعفين فقط، ربما تصل 10 أضعاف سعر في البيت أو 10 أضعاف عشان ينقلك بس بسيارة أنت وأسرتك من مكان إلى مكان. فهذه للأسف الشديد الحروب كما يقولون أحيانا تظهر عند الشعوب أفضل ما عندها من أخلاق، وأحيانا تصل أسوأ ما عندها من أخلاق بحسب الحالة. قد تقع سبحان الله مع إنسان يمارس معك أفضل أنواع الأخلاق يأخذك في راسه، وقد تقع في واحد آخر والعياذ بالله فيمارس عندك أسوأ الأخلاق من الابتزاز على كل. نحن نناشد كل أهلنا في داخل إريتريا وفي مناطق التي يحصل فيها على كل مرور الآن المهاجرين السودانيين أن يكون هنالك صورة تعكس حقيقة الأخلاقيات الإسلامية والأخلاقيات الوطنية الإريترية، حتى لا نعكس صورة سيئة على كل. ويلزم أنا في تقديري أن تكون هنالك مؤسسات أهلية أو مؤسسات فردية على كل تستطيع إن شاء الله أن تعالج وتساعد كذلك إخواننا في هذا الجانب. بارك الله فيكم شيخ حسن سلمان. مشاهدينا الكرام، تقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، والشكر موصول لكم أيضا في متابعة هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، وعن إخواننا أيضا في السودان وفي كل مكان. ونسأل الله تعالى أيضا أن يرفع البلاء عن إريتريا، وأن يهدينا جميعا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا كمهاجرين أو كمواطنين، وأن نعود إلى بلادنا فاتحين منمين ومطورين لبلادنا إلى الخير إن شاء الله. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل